السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بعظمته. الحمد لله على ما وهبنا وتفضل به علينا. اللهم اهدنا بنورك وارشدنا وسدد قولنا وخطانا. النهاردة هناخد أول درس في دروس تعبير الرؤى، وهو التعبير بدلالة القرآن الكريم، بمعنى إننا هنستنبط تفسير المنام من القرآن الكريم عن طريق الرموز. فمثلا واحدة حلمت إنها ارتدت فستان في المنام، فنقول لها أبشري، المنام بيدل على زواج. استنبطنا الكلام ده منين في القرآن؟ من الآية رقم 187 سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. فالآية تدل على الزواج، وكذلك الملابس في المنام للعزباء تدل على الزواج. طيب افرض أنا مش حافظة القرآن كله، هفسر إزاي من القرآن الكريم؟ هقولك. انت كمفسر هتعرض عليك أمثلة ومنامات كتير، فهعلمكم طريقة تفسروا بيها إن شاء الله تنجح معاكم وتساعدكم في تعلم تفسير الأحلام وكمان تعلم القرآن. وزي ما قلنا قبل كده إن تعبير الرؤى هو علم شرعي زي باقي العلوم الشرعية. ربنا يرزقنا وإياكم التأويل. نرجع لموضوعنا من تاني. لو اتعرض عليا نوع آخر من الملابس هفسره ازاي بدلالة القرآن؟ بص يا سيدي، هتفتح جوجل وتكتب الملابس في القرآن الكريم. أنا مثلا ظهر قدامي آيات كتير من القرآن اللي بتتكلم عن الملابس، زي الآية رقم 112 سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. فمثلا إذا رأى رجل أنه يرتدي ملابس ولكنه خائف وجوعان، فنقول له هذا المنام تحذيري ولابد أن يعود لله، لأن في الآية الكريمة لباس الجوع والخوف كان بسبب كفر هذه القرية، وفي النهاية نقول الله أعلم. وأيضا الآية رقم 26 سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلكم خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. في الآية الكريمة ملابس ساترة للجسم، وفي تفسير الأحلام هذه الملابس تدل على التقوى والدين. فمن رأى أن ملابسه نظيفة وجميلة وساترة قد نؤولها بالدين والتقوى حسب حال الرأي. المهم في الموضوع ده هو حال الرأي. وإذا كانت ملابس غير ساترة فقد تدل على قلة الدين والبعد عن الله والله أعلم. إذن هنا عرفنا نطلع رموز كتير ومعانيها من القرآن الكريم. وعشان كمان مطولش عليكم والفيديو يبقى طويل قوي وممل، أسيبكم على خير ونكتفي بهذا القدر. والمرة الجاية إن شاء الله هناخد التفسير بدلالة الحديث الشريف مع تمرينات على درس التأويل بدلالة القرآن الكريم. كمان أي حد حابب يسأل، العلم ده محتاج سؤال كتير، محتاج حد كمان يساعدكم فيه. أنا مستعدة أن أنا أساعدكم. ما تنسوش كمان انتوا كمان تدعموني في القناة وتشتركوا وتعملوا لايك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.